السن كبير المقام الشيخ احمد عادل فليتفضل مشكورا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا واشرح صدورنا وآمن روعاتنا واحفظ مصرنا المختار هدينا عند الصلاة عليه الله يرضينا. فالقلب في حبه يحيا راضيا أبدا أبدا أبدا. فالقلب في حبه يلقي المحبين في فرحة والهوى شوقا لطلعته. نشتاق يوم نرى السقيا وساقينا. سيدي يا رسول الله كالزهر عطرنا الله 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 كالماء طهرنا الله 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 كالزهر عطرنا الله 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 كالماء طهرنا الله 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 كالمسك سيرته تلقي الرياحين من كفه نبعت الله 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 للماء أعينه الله 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 من كفه نبعت الله 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 للماء أعينه الله الله الله. والقوم عطش وساق القوم هادينا من خاف أمنه الله 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 من جاع أطعمه الله 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 من جاء يقبله يهدي له الدين. إن الصلاة عليه الآن تأخذنا نحو المقام وفي الأعتاب تلقينا. سيدي يا رسول الله غازلتها فتبسمت غازلتها فتبسمت
فرمى الفؤاد بحبها يبغي وصالا لا يريد سواها. هلا عرفتم من تكون حبيبتي ومن التي لبس الفؤاد رداها. تلك الصلاة على النبي وآله صلوا لتلقوا في الجنان صلاة. سيدي يا رسول الله تقول آمنة لما حملت به قد كان من داخل الأحشاء يناديني ولا مررت على سن ولا جبل إلا وكان سلاما منه يأتيني. وليلة الوضع جاءتني ملائكة من عند ربي تهنيني تقول يا بنت وهب حملك قمر وضعه فرح. حملك قمر وضعه فرح. حملك قمر وضعه فرح. حملك قمر وضعه فرح. فاستبشري بقدوم الطاهر الزين. يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك. يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك. بحملك لمحمد رب السماء غناك. بالمصطفى سعدك وأجب لما حملت في رجب. وما تري منه تعب هذا نبي زاكي. شعبان شهر ثاني والنور منه باني. هو صاحب القرآن وربنا أعطاك. رمضان جاءك بالهنا يا آمنة نلت المنى. نزل عليك أمرنا ووحينا أنباك. شوال شهر رابع والنور منه ساطع. ولد الحبيب راكع ساجد إلى مولاك. ذو القعدة جاءك بالوفا وشرفك بالمصطفى. وربنا عنك يعافى هذا نبي زاكي. ذو الحجة سادس شهرك يا آمنة يا سعدك. الله يجمع شأنك بسيد وفاك. محرم جاءك بالندى مبشرا بأحمد. محرم جاءك بالندى مبشرا بأحمد. وما تري من غرادة هذا نبي زاكي. وفي صفر شاع الخبر عن النبي المنتظر. وفي صفر شاع الخبر عن النبي المنتظر. من أجله انشق القمر وربنا أعطاك. وفي ربيع الأول ولد النبي مكمل. يا آمنة
تجملي نورا به أجساك. ولد النبي مختونا مكحلا مدهونا بحابق مقرونا وحسنه وفاك. هذا نبي الأمة قد جاءنا بالرحمة فتح أمامنا الجنة برغم من عاداك. سيدي يا رسول الله صل يا ربي وسلم على النبي طه السعيد. لا وحقك لا أحب أن أكون كما أريد بل مرادي منك أني عن مرادك لا أحيد. يا مرادي بل وعوني أنت لي ركن شديد. ليس ينفع بعض مال لا ولا يغني الوليد غير إحسان وفضل منك حقا قد يفيد. وحما طه التهام يحتمي فيه العبيد يومها يأتي المشفع فيوافينا السعود. وندى العرش ينادي يا رحيما يا ودودا أمتي والناس طرا فيناديه الحميد يا حبيبي يا محمد قد وهبتك ما تريد. قم إلى النار وطأها وانهي وأمر يا سعيد. وتمنى ضاق منا ويوافيك المزيد في الضحى يا عرش وصفي قد وعدت ولا أحيد. سيدنا النبي صلوا عليه صل ربي وسلم وبارك عليه. قبل مسك الختام رسالة إلى كل عريس وإلى كل زوج، واحفظ الرسالة دي كويس، ربما تعمل بها أو تنفعك. سيدة ميمونة زوج النبي محمد، سمعتين الصلاة عليه، من أبخل البخلاء من سمع اسمي ولم يصلي علي. والنبي يقول على باب الجنة برر مكتوب عليه أي يفطه لن يدخلك اليوم بخيل. قالوا ومن البخيل؟ قال من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. بخيل مش مال. كيف تجرؤ أن تطلب منه الشفاعة وأنت لا تصلي عليه؟ وكيف يكون لك شفيعا وأنت لا تصلي على النبي؟ هل هناك أجر دون عمل؟ العمل إنك تصلي، والأجر إنه يكون الشفيع بتاعك. فالسيدة ميمونة تقول كانت ليلتي، الليلة بتاعتي، الدور بتاعي، هيبات معايا سيدنا النبي محمد. ففي الثلث الأخير من الليل تحسست الفراش فلم أجد حضرة النبي. ركز، أنا بحط دي كده على السرير بتاعي عشان سيدنا النبي، ما لقيتش سيدنا النبي جنبي. قال له راح فين؟
مش مهنني على الليله بتاعتني كمان يا رسول الله؟ يعني الليله اللي باخدها منك ما انتش مهنني عليها؟ تقول فاغلقت الباب خلف حضره النبي محمد، قفلت تربست كده وراه. ما من لحظات الا وعاد النبي محمد، يا دوبك حاجات بسيطه كده وعاد سيدنا النبي بيخبط. قلت له مش هفتح. يا ميمونه، قالت مش هفتح. يا اخي حتى الليله بتاعته مش مهنيني عليها. ده مين؟ ده سيدنا النبي، ودي زوجة سيدنا النبي السيدة ميمونة. انا بديك المقدمة دي عشان تعرف الزوجة ومقدارها ومقدار الزوج. الزوج هو الزوج والزوجة هي الزوجة، حتى وان كان حضرة النبي مع ازواجه هو الوضع واحد. تربست ورا سيدنا النبي، اغلقت الباب، النبي بيخبط مش عايزة تفتح. لو واحد من الحامدية يضربها بحاجة في دماغها يفلقها نصين. ما تصلي على سيدك. اكيد انا اطلع لحد بره في الباب ورايا، اكيد انا اخبط على الباب ما تفتحيش. ده انا مين؟ ده انا سيدنا النبي. عاوز بقى اطلع، ده انا اغلى، ده انا العمده بتاع البلد. اطلع بره وارجع الاقي زوجتي قافله الباب؟ ده انا دغدغ الباب على اللي فيه. اما حضره النبي داس على الزر الرباني وقال يا ميمونه من يطع الرسول فقد اطاع الله. راحت فتح الباب. من يطع الرسول فقد اطاع الله، راحت فتحه. تقول فامسكت النبي من مجامع ثوبه، مسكته كده بالجلابيه بتاعته من عند الياقه كده، وفضلت اشد في سيدنا النبي كده. ما هو حرقه الحريم ست، والنبي دمعت عيناه من الشد والخنقه بتاعته، دمعت عين النبي. فالنبي رحمة أرسلت إلى الدنيا قال لها يا ميمونة المفروض إنك تسأليني أنا خرجت ليه، أنا جاوب. قالت له يعني الليلة بتاعتي كمان وسايبني وخارج؟ طب خرجت ليه يا رسول الله؟ اسمع الأدب والاحترام والعلم الذي علمه له الذي لا يغفل ولا ينام. قال يا ميمونة اصابني الم في مجمع البول، يعني في حرقان في المية كده وانا نايم بتألم، فخفت ان صوتي يعلى اصحك من النوم، فخرجت خارج الغرفة اتألم الى ان شفاني الله ثم عدت مرة اخرى. تقول تصبب جبيني عرقا من حياء حضرة الحبيب محمد. تصبب جبيني عرقا من حياء حضرة الحبيب. والنبي يقول اسمع، الزوج او النساء بصفة عامة خلقن من ضلع اعوج، وان اعوج الضلع لاعلاه. شايف الحتة دي كده؟ تعرف تعدلها؟ مستحيل. اما ان اردت ان اعتدال لها فكسرت، ده كلام النبي. لما تحب تعدلها تنكسر، وان ظلت مكانها ظلت اعوجا، يعني يا تفضل ان عدلتها تكسر. طب النساء، وعشان كل واحد لما يجوز بنته يديها درس، وكل واحد يجوز ابنه يديله درس. الزوجة سبت الابن، سبت الاب، وسبت الام، وسبت الاخوة، وسبت الاصدقاء عشان تبقى ليك انت لوحدك. يا استاذ احمد، سبت الدنيا كلها عشان تبقى ليك انت لوحدك، كلها سند، كلها معين، كلها جابرا للخاطر حتى يجبر الله بخاطرك. الزوجة قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس تقول لك ده حديث ضعيف، اقول لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم شدد على مكانة الزوج فقال لو امرت احد بالسجود لغير الله لامرت الزوجة ان تسجد الى زوجها. الزوجات يوم سيدنا النبي، ايام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت متربية. النهارده لما تكلم مراتك كلمة في البيت ممكن ترد عليك 20 و900 ومليون. ايام سيدنا النبي لا، الزوج يكون خارج كده الصبح ما تكشرش في وشه، تقوم تطبطب عليه كده وتقول له يا زوجي انت خارج كده في سبيل الله،
يقول نعم. تقول اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على عذاب الله يوم القيامة. الزوجة كانت تبص لزوجها لما تلاقيه فترة طويلة ما عندوش مرض ولا بلاء، تعرف ان ربنا عليه غضبان. النهاردة العكس، الزوجة تشوف جوزها تعبان شوية تقول له انت عملت ذنب ايه؟ اكيد ظلمتني وخنتني، اكيد انت عملت وسويت من ورايا. لا، الزوجة شافت جوزها كده قعد فترة ما جاتش له اي بلوى، ففي يوم من الايام رجع من الشغل تعبان، ضجع على سريره، ركن كده على السرير وطلب منها شربة ماء. دقيقة واحدة كده وتسمعها بعد ما توحد رب الارض والسماء. راجل رجع من شغله تعبان فركن كده على السرير وقال لها يا زوجتي. قالت له نعم. قال لها اريد شربة ماء، شوية مية اشرب. راحت تجيب المية ورجعت لقت جوزها نايم، راح في النوم، ما تعبان شقيان طول النهار. لو واحدة النهاردة تقول له تروح كب المية عليه وهو نايم وتقول له اكن انا راح اجيب لك المية اجي الاقيك نايم، اكنها سافرت السعودية تجيب المية وتيجي. اكن انت تشحططني كده لحد الصلاة ولا لحد المطبخ اجيب لك المية واجي الاقيك رايح في النوم، ده تبقى ليلته ما يعلم بها غير رب العباد. فالمرأة توقفت والماء على يديها وهي تقول في نفسها لو صحيته هقلب منامه، ولو سبته هينام عطشان، لا انا قادر اعمل دي ولا قادر اعمل دي. لو صحته يبقى مصيبة وان سبته مصيبة اكبر. ظلت المرأة واقفة من بعد صلاة العشاء الى اذن المؤذن لصلاة الفجر، الصلاة خير من النوم. شوف واقفة طوال الليل شايلة المية على ايديها. اسمع، زوجها قام عشان يصلي لقاها واقفة جنب السرير بالماء. قال لها يا زوجتي منذ متى وانت في هذا المكان؟ قالت له من بعد صلاة العشاء منذ ان طلبت مني كوب الماء. الزوج فرح ان الزوجة واقفة طول الليل، ده انا كافئها. قال لها يا زوجتي تمني علي ما شئت، اطلبي اللي انت عايزاه. مثال يعني اكتب لك قيراط ارض، اجيب لك حته ذهب. قالت له لا انا ليا طلب واحد. عارف ايه هو الطلب بعد ما توحد الواحد؟ عارف لما واحده جوزها يقول لها تمني عليا واللي انت عايزاه اعمله لك؟ قالت له ان تطلقني. قال انا واحد من الناس لو بتقول والله طلقه في جنابك. طلق ايه ده؟ انا بقول لك انت اللي انت عايزاه تقولي طلقني. طلقك ايه وبتاع ايه؟ ده انا بقول لك تمني عليا ما شئتي. قال لها لا عايزه تطلقها؟ قالت له نعم. قال لها يحكم بيني وبينك حضرة الحبيب محمد. اللي يحكم مين؟ سيدنا النبي. انا بقول لك اتمني عليا تقول طلقها. طب تعال بقى نروح لسيدنا النبي. وهم ماشيين يطلعوا جبل وينزلوا وادي، يطلعوا جبل وينزلوا وادي، ما هو الطريق مش مساوي. فسقط الزوج على الارض فكسرت القدم، رجله عملت ايه؟ انكسرت. راحت الزوجه مسنداه وراحت شايلاه. قالت له عد بنا الى البيت فليس لي حاجة في الطلاق. الزوج بيضرب كف على كف. لا يعني انت جايبانا لحد هنا لحد رجلي ما تنكسر وبعد كده تقول طب ما كنا لقينا في البيت بكرامتنا احسن بدل ما رجلي اتكسرت وبدل ما جاي المشوار ده. قالت يا زوجي منذ زمن بعيد لم يبتليك الله فعلمت ان الله لا يحبك، الان قد ابتلاك الله فعلمت ان الله قد احبك فعد بنا الى البيت فليس لي حاجة في الطلاق. النهارده الزوج يطلع يشتغل يسرق تقول له انت عنتر، طالما بتجيب من الحرام اكل يا عم مالكش دعوه. خد بالك النبي يقول ايما جسد نبت من الحرام فالنار اولى به. اوعى تاكل قلبيتك حرام، لا زوجتك ولا اولادك. اوعى تطعمهم حرام. حافظ على الطعام وعلى الشراب حتى لا يسألك عنهم الملك الوهاب. أسأل المولى العلي القدير رب العرش العظيم أن يبارك في هذه الليلة المباركة وأن يجعله زواج سعيد مبارك. وأبارك لأخي وحبيبي الأستاذ أحمد وللعائلة الكريمة الذين يشكرون كل من حضروا إلى هذا المكان. وأسأل المولى أن يجعل دياركم عامرة دائمة بالأفراح ببركة الصلاة على حضرة الحبيب محمد. ختامه مسك.